اهلا بيكم والسلام عليكم في فيديو جديد ليا. معاكم عمر عيسى. طبعا كان المفروض اعمل التقديمه دي في البيت قبل ما انزل، بس انا على طول مواعيدي متاخره. للناس اللي اول مره تشوفني، انا عمر عيسى، ميك اب ارتست وفيديو بلوجر. الفيديو ده هاخدكم معايا اعمل اول سيشن تنظيف كاس بيوتي لايف في المهندسين. هاخدكم معايا تشوفوا الخطوات بالظبط اللي بيعملوها هناك. انا في كذا حد نصحني ان اروح المركز ده وبيشكروا في الدكاتره اللي هناك. دي هتكون اول تجربه ليا اني اعمل سيشن تنظيف بره. وبس كده، بلاش اطول عليكم، تعالوا بقى معايا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هي اول حاجه بتستعملها لي هو الغسول، عشان خاطر تنضف بشرتي من اي زيوت او اتربه اتجمعت مع الوقت على بشرتي. دلوقتي هحط البخار على بشرتك لمدة ما بين 5 ل 10 دقايق عشان النسام تتفتح والرؤوس البيضاء تظهر والبلاك هيدز برضو تظهر وتقدري تشيليها بسهوله بقى. تمام. هي هتحط دلوقتي قطن على عينيا عشان تعرض وشي للبخار. علشان عينيك ما تتأثرش بأي حاجة. دلوقتي هنبدأ إن احنا نشيل البلاك هيدز والوايت هيدز من منطقة التزوم. هو أصلا عنده كتير في تقريبا في وشه كله يعني، فهنستعين بده كده ونشيل الأمر. احنا دلوقتي هنشتغل تحت البخار عشان هي بشرته بتنشف وعشان برضو ما يتقلمش. السؤال ان في ناس بتقول انا بشرتي دهنيه، فمش عاوز ان انا احط كريم مرطب، ان انا كده كده مع الوقت بشرتي بتفرز زيوت، فانا مش عاوز ان انا ارطبها اصلا، ان هي كده كده مترطبه. لا طبعا، ده مفهوم غلط، لان هي اصلا السيبم اللي بيطلع على البشرة ده بيبقى اصلا حاجة مرضية، مش حاجة ترطيب او حاجة، لا. البشرة الدهنية بتحتاج ترطيب زيها زي البشرة الجافة، زيها زي البشرة العادية. الترطيب طبعا فيه بيبقى اخف طبعا، لان هي البشرة بتبقى فعلا فرزة دهون لوحدها، بيبقى في حاجات مخصصة للبشرة الدهنية عشان تقدر تحافظ على بشرتها مع التقدم في العمر. احنا كل ما بنكبر كل ما بشرتنا نسبة الدهون فيها بتقل، كل ما تعرضها الشيخوخه وكده والكبر اكتر والتجاعيد. ان احنا نحط اي حاجة على بشرتنا، مش اي حد يقولي جربي اي حاجة اروح اجربها احطها على بشرتي. بيبقى في حاجات مخصصة وحاجات مش اي حاجة رخيصة بتبقى. الحاجات الرخيصة طبعا مش حلوة، يعني في ماسكات بتبقى وكريمات ترطيب بتبقى 20 جنيه و10 جنيه و10 و4 جنيه. حاجات غريبة كده. الرابعة نعمل تقشير بالكريستال وشفط الهدوم، تكملة يعني الشغل اللي عملناه. ده هنحط له ماسك بنزين
عشان بشرته دهنية. 5 دقايق ونغسل البشرة. طيب انا هنا رجعت لكم، المفروض ان هي حطت ماسك. الماسك ده كان لايه معلش يا رضوى؟ مهدئ البشرة. مهدئ للبشرة بعد جلسة البخار اللي هي عملتها والتنظيف القوي. قعد 5 دقايق، بعد كده غسلته بالمية، بعد كده بقى هنشوف هي هتعمل ايه تاني. حط كريم مرطب تنظيف البشرة. كده برضه علشان خاطر يهدي البشرة. بينضف البشرة برضه. هو معمول مخصوص للحبوب البشرة الدهنية عامة. انت بتكسب قد ايه؟ يعني ينشف ما نغسلوش. طيب هي المفروض ان هي بعدت الاضاءة وقفلت الاضاءة البيضاء، عشان خاطر المفروض ان السيرم ده لما يتحط ما نكونش متعرضين للاضاءة بصورة مباشرة، عشان خاطر ما يديش ايه بتتقال اللي هي حاجة عكسية. ما يغمقش البشرة. عشان هو مفيد، هو بيدي نضارة، بيفتح البشرة، بس في نفس الوقت مع التعرض للضوء أو التعرض للشمس بيغمق البشرة، بيغمق جدا عشان نسبة فيتامين سي عالية جدا فيه. ده جهاز الالتراسونيك هنقفل بيه المسام بتاعت البشرة. برضه مفيد للبشرة، بيساعد البشرة تمتص أكتر من كل الحاجات اللي احنا عملناها والفيتامين كمان. هو ده بعد ما خلصت السيشن بتاع التنظيف. زي ما انتم شايفين طبعا بشرتي باين الفرق جدا، بشرة بتلمع صحية، كل الحبوب اللي تحت الجلد راحت. طبعا البشرة بتاعتي فيها اثر حبوب، وفي لسه الحبوب فيها اكتف. انا ان شاء الله باذن الله هعمل كذا جلسة هنا لكذا حاجة في بشرتي عشان اقدر اعالجها في المركز ده. وحابة اوصل شكر خاص ويعني من قلبي فعلا خارج للدكتورة رضوى سامي. بجد بنصح كل الناس اللي هتيجي هنا من تبعي او شافت الفيديو ده تشتغل مع الدكتورة رضوى. دكتورة محترمة لذيذة، يعني بصراحة حسيت ان احنا اصلا صحاب مش الدكتورة وجاية بتعمل لي سيشن. وبجد بجد 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 شغلها جميل جدا، عندها ذمة. انا المفروض انا كنت جاي لها اصلا متأخر، هي قعدت اكتر من ساعة الا ربع عشان خاطر تعمل لي السيشن، وهي اصلا ما كانش ذنبها ان هي تقعد الساعة الا ربع دي، بس هي عشان خاطر حبت ان هي تقدم لي الخدمة دي، فانا بشكرها جدا وبشكرها على السيشن. وبس، وبكده يكون خلص فيديو النهارده. يا رب يكون فيديو خفيف عليكم وما كنتش طولت عليكم، وهسيب لكم كل الانفورميشن بتاعه المركز ده في الديسكربشن بوكس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.